ما انا تعبت، كان كل امنيتي في اول 10 ايام ان انا اعرف اغمض بالعين دي، لانه وانا نايمه العين دي كانت تفضل مفتوحه. تخيل تبقى نايم وتقوم الصبح تلاقي نص وشك معوج، يعني عينيك مفتوحه ما بتقفلش، زاويه الفم معوجه الناحيه العكسيه، ومش قادر لا تبلع الميه ولا تشرب ولا قادر تمضغ الاكل. الله، هو ده حصل ازاي؟ تعالوا يا جماعه اشرح لكم بالتفصيل يعني ايه عصب سابع وبيحصل ازاي وبيحصل ليه. في البدايه بقى هنصلي على النبي في الكومنتات، وتعالوا احكي لكم التفاصيل الكامله وبيحصل الموضوع ده ليه، خصوصا ان زاد قوي معدلات العصب السابع اليومين دول عشان الزعل كتير، وكمان عشان الجو البارد. يعني ايه عصب سابع يا جماعه؟ في البدايه كده ورا ودنا في تجويف بيطلع منه حاجه اسمها العصب المخي السابع، اللي هو بيقولوا عليه العصب السابع. والاساس في الموضوع ان العصب ده بيلتهب، فالعصب بيغذي وشنا بخمس فروع في كل جنب طبعا، يعني في الجنب اليمين هيغذي وشنا بخمس فروع، وبالتالي لما يحصل التهاب من المصدر يبقى الوظائف كلها هتختل. يعني في جزء او فرع من الفروع بيغذي العينين، قفل وفتح العين، طيب في جزء تاني بيغذي الفم، قفل الفم والتحكم فيه وتقليب الطعام والكلام ده كله ما بقاش يشتغل، وبالتالي يبقى الوظائف كلها هتختل. طيب الاسباب بتبقى متعدده واشهرها الحاله النفسيه السيئه او الصدمه النفسيه، الزعل، نايم كان زعلان شويه متخانق، حد اهانه، حد تنمر عليه وقعد يحط الموضوع في دماغه، حد زعله. دي اشهر حاجه، وده احنا بنشوفها كتير اليومين دول وبقت منتشره بشكل مخيف. ما بقاش حد بيحس بشعور حد، وما بقاش حد بيراعي نفسيه حد، وده منتشر. حاجات كتيره تانية زي المناعه، طبعا احنا اليومين دول في تغير مناعي من جو حر لسقعه ومن صيف لبروده، وبالتالي بيحصل تغير مناعي مهم والمناعه بتنزل وبالتالي بيحصل التهاب في العصب السابع. حاجات تانية كتيره فيروسيه، وممكن يكون ضغوط ميكانيكيه، يعني حد بيهزر هزار مش لطيف شويه مع حد وداس في الجزء اللي خلف الاذن ده وبالتالي عمل المشكله دي. واحد مطلع راسه من شباك عربيه يا سيدي وتعرض لشويه برد محترمين اثروا على العصب السابع، والاسباب متعدده وكتير. الاعراض بقى اللي تخليك تتحرك بسرعه جدا وتعرض نفسك على اخصائي مخ واعصاب. قمت من النوم لا بيك ولا عليك، لقيت نفسك عينيك بتنهمر منها الدموع بشكل مخيف، وعينيك طول الوقت مفتوحه، تيجي تقفلها ما بتتقفلش. اتاريك نايم طول الليل عينيك كانت مفتوحه بحكم ان الوظيفه حصل فيها خلل، ما بقتش نايم مغمض عينك وانت متخيل ان عينيك مغمضه. يبقى انحراف في زاويه العينين، بمعنى ان العينين ما بتتقفلش. البق، بحس ان انا مش عارف اقلب الاكل في بقي، اجي مثلا اخد شويه ميه علشان اتمضمض مفيش كنترول على الميه، وبالتالي زاويه الفم فيها انحراف. الله، في حاجه غريبه، بصيت في المرايه لقيت ملامحي متغيره، في انحراف في زاويه الفم بشكل مخيف. هو ليه بقي معوج كده؟ ساعتها لازم حضرتك ما تترددش ان انت تنزل تزور دكتور مخ واعصاب، عشان دي بدايه التهاب في العصب السابع. هل العصب السابع بقى يا جماعه بيتعالج، وهل هو خطير ولا مش خطير ولا موضوع عادي؟ في معظم الاحيان من فضل ربنا علينا هو بيتعالج، وبيتعالج بشكل كبير جدا وبيوصل لمعدلات 99% وساعات فاصل كمان، بمعنى ان معظم الحالات بترجع ملامحها طبيعيه تماما وعندها القدره على استعاده كل وظائف الوجه سواء العينين او الفم، وبالتالي زوايا الانحراف بتتحسن جدا وبتبقى زي الفل. في بعض الحالات بقى بتبقى فيها مشكله صغيره، يعني مثلا حاله سكر غير مسيطر عليها، سكره عالي طول الوقت، عصبي ومنزعج وما بينظمش اكله وسكره في السماء. حالات نقص المناعه الشديده، يعني راجل كبير سن وعنده امراض كتير ومناعته في الحضيض ومش مهتم بحاجه ولا بعلاجاته ولا بغذائه، وبالتالي ده بيتاخر شويه، بنشوفها ساعات تقعد لست شهور وساعات بتقعد لسنه، بس في الاخر بتتحسن. وده بيشكل 1% او اقل كمان، انما 99% من الحالات بيستجيب بشكل كويس. الغالبيه العظمى من الحالات بتخف من شهر لشهر ونص، وكتير قوي بيتخفوا قبل كده احيانا. بس التدريج في الموضوع ان احنا بنبدا بدكتور المخ والاعصاب بيشوفنا، بيقيم الحاله، بيدينا علاج دوائي، علاج في صور متعدده حسب المشاكل اللي ظاهره قدامه، وبعدها بيحولنا على جلسات العلاج الطبيعي، وبنعمل جلسات بانتظام مع اخصائي العلاج الطبيعي، وبتتحسن الحاله، خصوصا ان المريض ما عندوش مشاكل ولا تعقيدات كتير، يعني سليم كويس، ما عندوش سكر، ما عندوش ضغط، ما عندوش امراض مزمنه. النسبه القليله قوي بقى اللي باقيه اللي بتتاخر شويه في الشفاء، ودي بتبقى بتشكل عدد قليل جدا من الحالات. الحالات دي كلها بتتاخر شويه حسب الحاله، بمعنى في ناس بتيجي في 6 شهور، وفي ناس احيانا بتقعد لسنه وسنه وثلاث شهور حسب درجه تدهور العصب الموجوده. الخلاصه يا جماعه، من اوحشي اول ما احس باعراض مش طبيعيه هننزل على طول على الدكتور المختص اللي هو دكتور المخ والاعصاب، هيشوفنا ويتعامل معانا دوائيا وهنروح له متابعه، هيحولك على العلاج الطبيعي، حضرتك امشي في الاجراءات بتاعتك وهتخف وتبقى زي الفل في فتره قصيره جدا. ما نطنش ونسيب الموضوع يتفاقم والحاله تتعقد ونقول يا ريت اللي جرى مكان، ويا ريت ما حدش يزعل نفسه، الدنيا مش مستاهله. دكتور محمد حسين، استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه.